بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، فهذا يومنا الثالث من أيام هذه الدورة المباركة التي نتدارس فيها كتابي أصول في التفسير للعلامة محمد بن صالح العثيمين، والكتاب الآخر وهو مما ينبغي أن يتعلمه ويتحلى به طالب العلم، كتاب الكشف الحثيث في آداب طالب الحديث لشيخنا المفضال أبي عمير مجدي بن محمد بن عرفات حفظه الله. ونبتدئ بمشيئة الله تبارك وتعالى في يومنا هذا في كتاب أصول في التفسير. قد مضى بنا في الأيام الماضية الكلام على ترجمة للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وعن شيء ممن ألفوا المصنفات التي صنفت بهذا الصدد، ومر بنا أيضا في الكتاب الكلام متى نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، وكم كان عمره، ومن نزل به من الملائكة. وأيضا مر بنا ما هو أول ما أنزل الله تبارك وتعالى من القرآن على رسوله صلى الله عليه وسلم. وعرفنا أيضا أن القرآن الكريم نزل على نوعين، سببي وابتدائي. وأيضا عرفنا المكي والمدني. ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى اليوم في فصل جديد أو مع عنوان جديد، ألا وهو الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا. الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا. دائما ما نسمع كلمة نزل القرآن منجما، نزل القرآن منجما كما ترى النجوم في السماء متقاربة، غير أنها لم تكن ملتصقة بعضها ببعض. ترى النجوم متقاربة غير أنها لم تكن ملتصقة بعضها ببعض، قريبة من بعضها ولم تجمع زمرة واحدة، وإنما هي مفرقة وقريبة. كذلك القرآن نزل منجما أي مفرقا حسب الأحداث. وسنعرف بمشيئة الله تبارك وتعالى من مسألة التفريق هذه، أي نزل متتابعا على فترات في مدة 23 عاما، وهي مدة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:
الحكمة من نزول القرآن الكريم مفرقا. قال من تقسيم القرآن إلى مكي ومدني يتبين أنه نزل على النبي مفرقا، ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة. يعني الشيخ يقول لما علمنا أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منه ما نزل عليه بمكة ومنه ما نزل عليه بالمدينة، فمكة غير المدينة، أماكن متباينة ومتباعدة وبينها مسافات. كذلك القرآن الكريم نزل مفرقا كما نزل في بلد دون بلد. ولنزوله على هذا الوجه حكم كثيرة، منها من هذه الحكم: واحد، تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. طيب، القرآن أول ما تأخذ من فوائد من نزوله مفرقا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنك تعلم أن الله تبارك وتعالى أراد بذلك أن يثبت قلب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل؟ نحن أهل السنة والجماعة دائما لا نعظم أشخاصا بأعيانهم إذا قالوا، وإنما نعظم الدليل، الدليل لقول ربنا سبحانه وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فلا تأخذ قولا من أحد إلا بدليله، لا تأخذ قولا من أحد إلا بدليله. فمن حكم بحكم سله عن الدليل، ومن اعتقد معتقدا سله عن الدليل، ومن دعاك إلى عمل يتعبد به لله تبارك وتعالى سله عن الدليل. لأن هذه الأمة لا يصلحها ولن تستمر دعوتها إلا بإقامة البراهين والحجج وبالاستدلال بها. فالشيخ رحمه الله قال إن أول ما يستفاد من نزول القرآن الكريم مفرقا، الأمر الأول أو الفائدة الأولى أو الحكمة الأولى من ذلك تثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الدليل قال الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. لو نزل جملة واحدة كذلك، أي كذلك ماذا؟ يعني كذلك نزلناه مفرقا، كذلك نزلناه مفرقا، هذا المعنى، أي أنزلناه كما فهموا وكما علموا وكما أيقنوا أنه لم ينزل جملة واحدة. وكما قلنا من أمس لو نزل جملة واحدة لردوه جملة واحدة، ولكن نزل ابتداء لتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك، أي أنزلناه مفرقا عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم لكي يثبت قلبك أن الله معك، أن الله ناصرك، أن الله تبارك وتعالى مؤيدك، أن الله تبارك وتعالى دائما يحيطك بعنايته ونصرته سبحانه وتعالى. نعم،
ورتلناه ترتيلا ولا يأتونك بمثل أو بآية أو بحجة أو بدليل أو ببرهان يصدونك عن سبيل الله به إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. لما قاموا للنبي صلى الله عليه وسلم وجادلوه وقالوا هل يستطيع ربك أن يرينا آية؟ آية؟ قالوا نريد أن يشق هذا القمر. نريد أن يشق إيه؟ هذا القمر. وهل القمر يستطيع أحد من الخلق أن يشقه أو ينقله من مكانه أصلا أو يحجب ضوءه العاكس لضوء الشمس؟ أبدا. ومع ذلك يجري الله عز وجل الآيات لرسوله صلى الله عليه وسلم لينصره وليؤيده وليبين أنه رسوله وأنه هو سبحانه وتعالى الذي اصطفاه بهذه الرسالة. فقال جل وعلا اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا كل آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا سحر. كيف ينشق القمر؟ لأن الله ثبت قلب نبيه، لأن الله نصر نبيه فأظهر هذه الآية وأظهر هذه العلامة. من الأمور والحكم التي نزل بسببها القرآن الكريم مفرقا، قال الشيخ رحمه الله: اثنان: أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به. يسهل على الناس أن يحفظوا هذا القرآن وأن يعملوا بهذا القرآن وأن يفهموه بعد تدبره والتأمل فيه. لو جئتك بهذا الكتاب الذي ندرسه وقلت لك خذ هذا الكتاب فاحفظه وستختبر فيه، كم حافظ سيحفظ هذا الكتاب؟ قليل وأقل من القليل، وعدد لا يتجاوز أنامل وأصابع اليد الواحدة، لأنك كلفتني بشيء كثير والنفس البشرية تأبى ذلك. النفوس البشرية تأبى ذلك. نحن مع كتاب الله عز وجل كم عام يحتاج الطالب أو يحتاج من أراد أن يحفظ كتاب الله، يحتاج إلى كم عام ليحفظ كلام الله وكتاب الله؟ منا من يحتاج إلى عام، ومنا من هو أقل من ذلك، ومنا من يحتاج إلى أعوام عديدة. تفاوت العباد في القدرات والملكات أي الملكة التي تؤهله للحفظ وللفهم متفاوتة. فكذلك أيضا نزل القرآن مفرقا، أولا ليسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به، حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا. القرآن يقرأ على الناس كله أم شيئا فشيئا؟
بعض الناس لم يتكلف أن يحفظ سورة من كلام الله، بل حفظها من إمامه الذي يصلي به في الصلوات. تجد كثيرا من الناس يحفظون خطبة الحاجة على أنهم يسمعونها كثيرا في خطب الجمعة والدروس والمحاضرات وما شابه. لماذا؟ تكررت على المسامع. إذا قرأ الإمام سورة الفاتحة في الفجر والمغرب والعشاء مرارا وتكرارا، وهناك رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب يحفظها من خلال السماع، فهذا أمر كلما ردد كلما تأهبت النفوس لحفظه. فكذلك القرآن الكريم لما نزل مفرقا سهل على الصحابة خاصة وهم قد خرجوا من بوتقة الكفر وظلمات الجهل والعصيان إلى نور الإيمان، أمر جديد عليهم. أناس من أفصح الأمم لسانا، إلا أنهم جاءهم أمر جديد وطلب منهم أن يفهموه وأن يحفظوه. عندما يأتي إليك الطالب أو تأتي إليك الطالبة لتحفظ معك من كلام الله تبارك وتعالى، أول ما تدخل على مجالس القرآن تحفظ أن تتعلم أحكام التجويد، تأخذ شيئا من أحكام التجويد، ثم تجعل المقرأة لضبط القراءة ولتحسين المخارج، ثم يأتي بعد ذلك التكليف بحفظ بعض الآيات التي يرددها المعلم أو المعلمة أمام الطالب ليتقن لفظها ونطقها، ثم بعد ذلك نقول احفظ بطريقة كذا وكذا يسهل عليك الحفظ. إذن هذا حال الناس، فاقتضت حكمة أحكم الحاكمين جل في علاه أن ينزل القرآن أو أن ينزل القرآن مفرقا حتى تستقبله النفوس البشرية بسهولة ويسر، فيحفظونه ويفهمونه ويتعلمونه ويتدارسونه ثم يعملون به. كذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفظوا القرآن جملة واحدة، وإنما كانوا يأخذون 10 آيات من القرآن الكريم فيقرؤونها ويتعلمونها ويفهمونها ويعملوا بها ويحفظوها، فإذا فعلوا ذلك أخذوا 10 أخرى، وهكذا. فقال الشيخ رحمه الله: اثنان، أن يسهل على الناس حفظه وفهمه والعمل به حيث يقرأ عليهم شيئا فشيئا، لقوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، أي على تؤدة، مكث تؤدة وطمأنينة وترسلا. 3، تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن الكريم وتنفيذه. هنا لو أني قلت لك والله المثل الأعلى افعل كذا وكذا 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 واترك كذا واترك كذا واترك كذا،
حتى وإن فعلت ما أمرتك به لزاما ستنسى شيئا، وإن تركت ما نهيتك أنا عنه لزاما وأن تقع في خطأ. لكن عندما أقول لك لو سمحت افعل كذا أو ائتني بكذا، هذا أمر إيه؟ يسير. ولو قلت إن فعلت كذا أقول لك ناولني المصحف، طيب وائتني أيضا بهذا الكرسي مع المصحف، خلاص الأمر يسير. لكن أقول ناولني المصحف وأتني بهذا الكرسي ونادي على محمد، وإن كان صالح موجود فنادي عليه، وإن كان بشير هناك فانظر أهو موجود لا أم لا. أمر فيه زيادة من التكاليف، ولله جل وعلا المثل الأعلى. أنزل الأوامر تدريجيا لتنشط الهمم لقبول هذه الأوامر وترك هذه الأمور التي نهى الله تبارك وتعالى عنها، ثم ندع مجالا للنفس أن تستقبل بشوق وحب أمرا آخر. قال الشيخ رحمه الله: تنشيط الهمم لقبول ما نزل من القرآن وتنفيذه، حيث يتشوق الناس بلهف وشوق إلى نزول الآية، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، لا سيما عند اشتداد الحاجة إليها، كما في آيات الإفك واللعان. معروف قصة الإفك باتهام المنافقين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في صفوان بن أمية، فلبس الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي انقطع الوحي شهرا كاملا، انقطع الوحي شهرا كاملا، حتى أن عائشة في هذه الحالة جف دمعها من كثرة بكائها. الواحد إذا بكى دمعت العين، لكن أن يبكي ولا دموع فهذا قد بلغ مبلغا عظيما في الحزن والبكاء، حتى قالت: كاد الحزن أن يفلق كبدي أو كبدي، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. الآيات. ونزلت تبرئة أم المؤمنين في قرآن يتلى إلى قيام الساعة. طيب هذه الآيات نزلت بعد مدة طويلة، شهرا كاملا انقطع الوحي عن النبي، والصحابة يرجون أن ينزل الله تبارك وتعالى قرآنا يتلى. يعني إذن هناك ما يطلبه الناس في زمان نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، فالنفوس متأهبة لاستقباله ولسماعه. وهذا أيضا أمر يثبت الله تبارك وتعالى به أهل الإيمان. وكذلك مما ذكر الشيخ في الحكم التي ذكرها في نزول القرآن الكريم مفرقا، قال: التدرج في التشريع حتى يصل إلى درجة الكمال، الكمال. وضرب مثالا بتحريم الخمر. كان أهل الجاهلية يعيشون ولا يعرفون عيشا بدون خمر. لا يعرف أحدهم
أنه يأكل أو يشرب أو يضيف ضيفا أو يكرم من نزل به أو يهدي إلى غيره مثل وجود الخمر عندهم. وكانوا من أتقن الناس في صنعها ومن أكثر الناس شربا لها. ما هذا الأمر؟ ولذلك هذه الخمر التي تذهب العقول محرمة. انتهى الأمر بأنها محرمة، وعوض أهل الإيمان هذا التحريم الدنيوي في الجنة بخمر لذة للشاربين، لكن لا تغيب العقول. التدرج في التشريع يصل بالعبد إلى حالة الكمال. قال كما في آيات الخمر الذي نشأ الناس عليه وألفوه. تخيل واحد ولد وجد الناس كلهم يفعلون مثل هذا الفعل، كل الناس، نساء، رجال، أولاد، عبيد، الكل يفعل هذا الفعل. فهل هذا فيه يعني نكارة أن يفعله أحد؟ أبدا، بل هو شيء يمتدحون أنفسهم به من كثرة الشرب ألا يسكر فلان. زال زماننا كده عصاة المسلمين هداهم الله، الواحد منهم يشرب ويشرب ويشرب من المحرمات ويتباهى أنه لن يصبه سكرا. هؤلاء كانوا في جاهلية وشر وكانوا أهل كفر، وأنت أيها المسلم صاحب دين هو أفضل الأديان، وعندك رسول جاء بهذه الشريعة من عند رب العالمين هو أفضل الرسل، وأنت من أمة الإسلام وهي أفضل الأمم. كيف تجرأت على ربك جل وعلا وعصيته وشربت ما حرمه عليك؟ من شربها في الدنيا حرمها في الآخرة. من شرب الخمر في الدنيا حرمها في الآخرة. نعم. فهنا هؤلاء الناس ألفوا شرب الخمر، وكان من الصعب عليهم أن يجابهوا أو يجابهوا بالمنع منهم. يعني اترك الخمر، لا يا أخي سبحان الله العظيم، إحنا أو نحن في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى نحتاج إلى مثل هذه الأساليب، نحتاج إلى مثل هذه الأساليب. عندك رجل لا يصلي ويشرب الدخان وعاق لوالديه، فبأي الأشياء تأمره أولا أن يفعل بعد أن تؤلف قلبه وتخيفه من ربه؟ بأي الأشياء يبدأ؟ رجل لا يصلي ويشرب الدخان وقاطع للأرحام، فبأي الأشياء تأمره أولا؟ بالصلاة. مصل وقاطع للرحم ومدخن أفضل من قاطع للرحم ومدخن وغير مصلي. رجل إن صلى
ستمنعه الصلاة من المعصية. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. سيراقب ربه، سيرق قلبه. ثم نأمره بترك الدخان. قال بصلة الأرحام أيها من يقدم بصلة رحمه، بصلة رحمه، لأنه هو الأقرب للفعل والأفضل للعبد. ثم تولد فيه أنه القدوة، وأنه كبير قومه، أو أنه من أفضلهم، وأنه صاحب الخلق، وأنه مصل. ثم تنهاه عن شرب الدخان، لأنه فعل الأوامر فكان من اليسير عليه ترك النواهي. تمام؟ إذن فهنا كان من الصعب جدا أن هؤلاء الناس يتركوا الخمر جملة واحدة. فانظر إلى حكمة أحكم الحاكمين جل في علاه، وهو يربي خلقه من أهل الإيمان على الطاعات شيئا فشيئا. النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذ بن جبل إلى اليمن قال يا معاذ إنك تقدم قوما أهل كتاب، فأول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا، فإنهم أجابوك إلى ذلك ووحدوا الله جل وعلا وتركوا ما يعبد من دون الله، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، فإنهم أجابوك لذلك قبلوا التوحيد وقبلوا أوامر الله من الصلاة، فأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. التدرج الأهم فالمهم. فهذه أمور يستفيدها أهل الدعوة في دعوتهم من خلال تأملهم وتدبرهم في أحكام الله وأوامره التي تدرجت. بل ولله المثل الأعلى. انظر إلى خلق الله جل وعلا القادر على إيجاد السماوات والأرض والناس أجمعين، وخلق الجنة والنار، ووضع الجنة في دنيا الناس ووضع النار في دنيا الناس. يمر الناس على الجنة ويمر الناس على النار، كل ذلك قادر سبحانه وتعالى على إيجاده في أقل مما يتخيله أو نظنه أن يوجده الله عز وجل. لا كما يقول كثير من الناس ويخطئون أمره بين الكاف والنون. أمر الله غير محصور. إياك أن تقول مثل هذه المقولة الخاطئة، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون، يخلق بكن وبأقل كيفما شاء سبحانه جل في علاه. إذن خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. لماذا؟ حتى تتعلم وتتأهب النفس البشرية أنها تتدرج في الأمور تدرجا يسيرا، يبني أساس ثم يضع
فوقه ما يريد، يؤسس ثم يبني، لكن يبني ثم يذهب. هل هذا الأساس الذي بنى عليه خاو؟ وهل وضع أساس؟ لا. إذن التدرج بالتشريع من حكم نزول القرآن الكريم مفرقا. قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا بآية الخمر، فنزل في شأن الخمر وتحريمه أولا قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر، اللي احنا بنسميه ايه؟ القمار. تلاقي الشباب رايح على القهوة يلعبوا طاولة محرمة والدومينو محرم، وبعدين اللي يغلب الثاني يحاسب على ايه؟ على المشاريب والشاي. هذا ميسر محرم. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما. اسمهما أكبر إيه؟ من نفعهما. العقول الراجحة تقول طيب ولا ليه أنضر بشيء فيه اسم كبير؟ لا أنا أنزه نفسي ونزه نفسي عن إيه؟ عن شرب هذا الخمر الذي فيه أذى وضياع الأموال وانتهاك للأعراض. فكان في هذه الآية تهيئة للنفوس لقبول تحريمه، حيث أن العقل يقتضي ألا يمارس شيئا اسمه أكبر من نفعه. خلاص هيئة النفوس فيه اسم واسم كبير. نعم في منافع للناس صحيح، والخمر فيها منفعة للناس ولا لا؟ طب ما كويس، واحنا في منافع، هذا يبيع وهذا يشتري وهذا يتاجر، وقد يستخدم في العمليات الجراحية كالبنج في زماننا، أصله محرم وشربه محرم، وهو يغيب العقول ويستخدم للضرورة، وهذا مما جوزه أهل العلم، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم التداوي بالمحرمات. تداووا عباد الله ولا تداووا بالمحرم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. يبقى القضية هنا إيه؟ امتنع عند فعل الصلاة. فهيئة النفس الإيه؟ كده بتشرب كم علبة سجاير في اليوم يا عم الحاج؟ يقول لك لا ده أنا بشرب سجاير من 60 سنة. أنا ما سألتكش من كم سنة، أنا بقول لك بتشرب سجاير قد إيه؟ كم عدد السجاير؟ كم من هذه الخبيثة تدخلها في جوفك تهلك بدنك وتنفق مالك في الحرام؟ كم؟ اشرب علبتين وساعات 3. طيب ترضى ابنك يشرب سجاير؟ لا، ده انا لو اطول ان حد يضربني على دماغي بكذا وكذا وبطل، لا يا عم اضرب نفسك انت. يا ريت ليه؟ عايز حد يفطمك. دايما اشبه الجماعه المدخنين دول بتشبيه ايه؟ انتوا عارفين في عربيات بتبقى في الطريق، سيارات في الطريق، وبعدين الموتور بتاعها يكون مفوت، فبتطلع في الخلف دخان ايه؟ كثير. فاللي ماشي بيشرب سجاره ده في الشارع وعمال يدخن ويخرج الدخان الكثيف،
ده برضه ايه؟ موتور مفوت، زي السياره كده اللي ماشيه موتورها مفوت. خطأ، تجاهد ربك بمعصيه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل امتي معافى الا المجاهرون. ازاي ترضى بنفسك كده اصلا؟ انت نفسك حكمت ان ابنك لا يمكن، طب لو شرب اذبحه، لا ما تذبحوش، اذبح نفسك. ومش عايزينك تذبح نفسك، احنا عايزينك ترفق بنفسك. يبقى قبل الصلاه ما تحاولش تشرب سجاير نص ساعه. ليه؟ هي محرمه والرائحه كريهه وخبيثه. الثوم والبصل، ونحن ندرس بالأمس في كتاب الوابل الصيب الكلم الطيب لابن القيم رحمه الله تعالى، قسم القلوب إلى ثلاثة. ففي المثال الأول ضرب مثالا بالإخلاص في الصلاة، وبالمثال الثاني بين أن العبد الذي يدخل الصلاة لاهٍ غافل ساهٍ في صلاته هل هو مقبل على الله؟ وكيف به إذا عرض عمله على الله؟ إلى غير ذلك مما قال من كلامه. نحن نقول أنت ستلقى الله عز وجل بعد دقائق، والله قد حرم عليك أكل الثوم والبصل، ومنعت من دخول المسجد، مع أن الثوم والبصل إيه؟ أكلهما حلال، لكن لما حمل من الروائح الخبيثة جاء النص من الشارع بأنك لا تدخل بيوت الله تصلي مع الناس جماعة حتى لا يتأذوا وحتى لا تتأذى الملائكة. فأنت يا صاحب الدخان روض نفسك على طاعة ربك سبحانه وتعالى، ودع الدخان قبل الصلاة. يبقى روضت النفس على ايه؟ الانقطاع. انت بتصوم يا عم الحاج؟ الحمد لله بصوم. طب بنصوم 16 او 18 ساعه ما بتشربش سجاير، يعني انت صاحب اراده قويه. فاضل ال8 ساعات الباقيه من اليوم او ال6 ساعات الباقيه من اليوم هم دول شايفين، اعتبر نفسك صائم ودع ما حرم الله تبارك وتعالى. هكذا ندعو الناس ونربي الناس على ترك المعصية. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى ثم نزل ثانيا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. فكان في هذه الآية تمرين على تركه في بعض الأوقات وهي أوقات الصلوات. ثم نزل ثالثا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. الآيات كانت بتتكلم عن الخمر يا إخواني، كانت بتتكلم عن إيه؟ عن الخمر. انظر إلى التكاليف التي جمعت مع الخمر. تأمل الآية الأولى في شحذ الهمم إلى معالي الأمور، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. لا، ما قالش كده. قال جل وعلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع. يبقى المسألة جمعت مع الخمر الايه؟ الميسر، القمار. خلاص. الثانية اتكلمت على الخمر. خلاص، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. الثالثة في التحريم بقى، شوف التشريع كم أمر وكم نهي. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر، ما مر بنا قبل كده إنه حرام، والأنصاب التي يذبح عليها وهذا شرك، والأزلام التي هي الأسهم أصحاب القرعة، إذا خرج السهم كذا تشاءم وقال لا، وإذا كان كذا لا، دخل إيه فيها إيه؟ أشياء تؤدي للشرك. رجس من عمل الشيطان. 4 أمور ضمت بعضها إلى بعض لأنها مرتبطة ببعضها، ومع ذلك كان الكلام على مسألة الإيه؟ الخمر.
يعني انت وانت رايح برضه تتصل الرحم، حاول ما تشربش دخان، وحط يعني ايه برفان كده، وحط ريحه طيبه يشتم منك رائحه طيبه، فانت اهلته على ايه؟ ان يصل ويفعل خيرا ايضا. ولله المثل الاعلى. انظر الى التشريع: يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. كل الاعمال دي محرمه. طيب، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا أن تقعوا فيما حرم عليكم فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ولم يتوعد الله عز وجل في هذه الآيات: واعلموا أن الله شديد العقاب. لا، واعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. فجاءت الآيات تختتم بأن انظروا إلى هذا النبي الذي بلغكم الرحمة المهداة والنعمة المهداة، فهل هو ممن يشرب هذه المحرمات أو يتعاطاها أو يقدمها على سفرة له؟ لا. فانظروا، وهو الصادق عندكم، وهو الذي بين أحكام ربكم. فكان في هذه الآيات المنع من الخمر، منها منعا باتا في جميع الأوقات، قبل الصلوات وبعد الصلوات، عموما بعد أن هيئت النفوس. هنا بقى هيئ النفس على القبول، ثم مرنت على المنع في بعض الأوقات. إذن هذه من الحكم في نزول القرآن الكريم وفرقه. ثم تكلم الشيخ على مسألة أخرى، وهي مسألة ترتيب القرآن الكريم. مسألة ترتيب القرآن الكريم. نحن نقول كأهل سنة وجماعة: القرآن الكريم كلام الله، تكلم الله تبارك وتعالى به على الحقيقة، المبدوء بسورة الفاتحة، المختوم بسورة الناس، مش كده؟ هذا ما استقر عليه الأمر بعد زمن خلافة الخليفة الراشد عثمان ابن عفان رضي الله عنه وارضاه. وأما قبل ذلك هناك أمور. ترتيب القرآن على قسمين: ترتيب آيات القرآن الكريم، وترتيب القرآن يعنى به ترتيب سور القرآن الكريم. يبقى الترتيب ايه؟ قسمان: ترتيب الآيات، ثم القسم الثاني ترتيب الصور. خلاص؟ قال الشيخ رحمه الله: ترتيب القرآن تلاوته تاليا بعضه بعضا حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. حسبما هو مكتوب في المصاحف ومحفوظ في الصدور. قال الشيخ: وهو 3 أنواع. النوع الأول في الترتيب الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله: ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية. وهذا الأمر ثابت بالنص والإجماع. يعني القرآن الذي بين أيدينا الآن
عندما تقرأ قول الحق تبارك وتعالى في سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. خلاص ما ينفعش تقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ألف لام ميم. ما ينفعش، باطل، تنكيس للقرآن الكريم. الكلمات حفظت ألف لام ميم في صدر السورة. لا تأتي آية الدين بعد آية الرضاع، لا، أو قبلها، لا، في موضعها بترقيمها الذي عندنا الآن الذي نرقم به الآيات. لكن الكلمات حفظت في مواطنها وفي موضعها من لدن النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا بالنص، لأن النبي قرأ القرآن الكريم نصا ولفظا على جبريل بأن هذه الكلمات في موضعها. وكان النبي يعرض القرآن الكريم على جبريل كل عام كل سنة، يعني كل سنة في رمضان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله عز وجل عليه من قرآن على جبريل بالترتيب الذي نسمعه في هذه الصور، حتى إذا كان في العام الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم واكتمل نزول القرآن الكريم كاملا، عرض النبي على جبريل القرآن مرتين. وهذه المسألة ترتب عليها خلاف في ترتيب السور، هل هي توقيفية أم هي اجتهادية؟ يعني سورة البقرة قبل سورة الفاتحة أم سورة الفاتحة قبل سورة البقرة أم ماذا؟ سنعرف إن شاء الله. لكن ابتداء الكلمات محفوظة، الكلمات في موضعها محفوظة. طيب، قال النوع الأول ترتيب الكلمات بحيث تكون كل كلمة في موضعها من الآية، وهذا ثابت بالنص لأن النبي قرأ بهذا الترتيب وهذه الأحرف المتتالية وهذه الكلمات المتتابعة بالنص والإجماع، ولا نعلم مخالفا في وجوبه وتحريم مخالفته. يحرم قراءة القرآن بتنكيسه. هناك بعض الجهلة لما يحصل حاجة ولا تضيح حاجة ولا عايز يأذي إنسان يقرأ القرآن عكسي منكوس، يأتي بآخر الآيات ويقرأ بها حتى يصل إلى أول الآيات. هذا باطل محرم، لا يجوز أن يفعل، ما يفعله إلا جاهل معاقب عند ربه سبحانه وتعالى بفعله الأثيم هذا. طيب، فلا يجوز أن يقرأ لله الحمد رب العالمين بدل من الحمد لله رب العالمين. يعني لفظ الجلالة هنا مقدم على كلمة الحمد. نحن نقول الحمد لله رب العالمين، ما ينفعش تقرأ لله الحمد رب العالمين، ما ينفعش، باطل. خلاص، يبقى الكلمات محفوظة. النوع الثاني ترتيب الآيات. يبقى النوع الأول الترتيب الكلمات، النوع الثاني ترتيب الآيات بحيث تكون كل آية في موضعها من السورة، وهذا أيضا ثابت بالنص والإجماع.
وهو واجب على القول الراجح، وتحريم مخالفته، ولا يجوز أن يقرأ مالك يوم الدين الرحمن الرحيم بدلا من الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا يجوز، باطل محرم. طيب، ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى مستدلا على ما قال ففي صحيح البخاري أن عبد الله ابن الزبير قال لعثمان بن عفان رضي الله عنه في قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. الآية دي رقم كام؟ رقم 240 في سورة البقرة. هنا ربنا سبحانه وتعالى يقول: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، تقعد سنة خلاص ما تخرجش. قد نسختها الآية الأخرى، يعني قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. طيب، الآية دي رقم 234 في سورة البقرة، أيهما تقدم على الأخرى؟ هذه ناسخة لهذه، يعني هذه رقم 234 نزلت بعد الآية 240، نزلت بعدها. خلي بالك، يبقى النزول شيء والترتيب شيء ايه؟ شيء آخر. النزول شيء والترتيب ووضع الآية شيء ايه؟ آخر. هذه الآية نزلت بعد هذه الآية، ومع ذلك هي تقرأ قبلها، لأن الترتيب ثابت بالنص والإجماع في هذه الآيات. وهذه قبلها في التلاوة، قال: فلما تكتبها؟ فقال عثمان رضي الله عنه وارضاه: يا ابن أخي، يعني عبد الله بن الزبير يقول له عثمان: يعني الآية دي نزلت بعد الآية دي، فأنت ازاي تكتبها قبلها وتقرأ قبلها؟ قال: يا ابن أخي، لا أغير شيئا منه من مكانه. مين اللي قرأ كده قدامنا وأمامنا؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فنحن نكتب على ما قرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بسورة البقرة أمام أصحابه كاملة حتى يعلم هذا الترتيب؟ نعم، قرأ بها كاملة. في حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يوما يصلي فافتتح البقرة ثم النساء ثم آل عمران، وهذا يبين أن الترتيب فيه شيء من الخلاف. من عندنا البقرة ثم آل عمران ثم النساء، فهل هذا الترتيب اجتهادي ولا توقيفي؟ سمعنا. طيب، الشاهد هنا أنه من الآيات ما ينزل مؤخرا ويوضع في صدر السورة أو في وسطها قبل الذي نزل قبله. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وروى الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان ينزل عليه السور ذوات العدد، فكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان يكتب فيقول: ضعوا هذه الآية في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث
ضعيف. طيب يعني أما كان الصحابة بيعملوا إيه؟ كون إن الحديث ضعيف شيء، وكون إن هو ده أو هذا الأمر هو الذي كان يفعله النبي شيء آخر، بمعنى أن هذا هو الذي توارثه الصحابة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أمر بوضع هذه الآيات في وضع هذه في هذه الصور هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قرأ أمام أصحابه بمثل هذه الصور. وكان الصحابة يأتون ويعرضون ما عندهم من قرآن على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيصوب لهذا ويصوب لهذا في قصة عمر المشهورة. طيب، قال النوع الثالث من أنواع إيه؟ ترتيب القرآن. طيب، ترتيب السور بحيث تكون كل سورة في موضعها من المصحف، وهذا ثابت بالاجتهاد. يبقى هنا الأمر توقيفي ولا فيه اجتهاد؟ الشيخ ذهب إلى أن الأمر إيه؟ بالاجتهاد. يبقى وهذا ثابت بالاجتهاد، فلا يكون واجبا. يعني هذا الترتيب الذي بين أيدينا الآن، يبدأ القرآن الكريم بسورة الفاتحة ويختتم بسورة الناس، هذا الترتيب جاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاد إيه؟ منهم. يبقى هذا الاجتهاد اجتهاد مين؟ الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. رأى فريق من أهل العلم أن الأمر ليس فيه اجتهاد، الأمر توقيفي. التوقيف إزاي؟ فين الأدلة على كده إن الأمر توقيفي وهذا الترتيب؟ قالوا ألم يعرض النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل القرآن كل عام، وفي العام الذي قبض فيه عرض عليه القرآن مرتين؟ قلنا نعم، لكن ليس في هذا النص تصريح بالترتيب، ليس في هذا النص تصريح بالترتيب، بل النص كما مر بنا في حديث حذيفة واستدل به الشيخ هنا، قال فلا يكون واجبا. وفي صحيح مسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة، فقرأ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم البقرة ثم النساء ثم آل عمران. يراجع في مسألة حذيفة، أو حذيفة أم غيره من الصحابة؟ طيب، قال وروى البخاري تعليقا عن الأحنف أنه قرأ في الأولى أي في الصلاة بالكهف، وفي الثانية بيوسف أو يونس، وذكر أنه صلى مع عمر بن الخطاب الصبح بهما. طيب، هذا الأمر يبين أن الترتيب ليس بواجب، لكن عندنا كلام نفيس لشيخ الإسلام ابن تيمية في مقدمة في أصول التفسير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية تجوز قراءة هذه قبل هذه، وكذا في الكتابة. وكذا في الكتابة يعني ممكن أن أنا أصلي فأقرأ مثلا بسورة النبأ في الأولى، وأقرأ بسورة القمر في الركعة الثانية.
لكن اشترط العلماء هنا شرطا، ألا وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح سورة أتمها. يعني ما اقرأش أنا بقى ببعض آيات من سورة النبأ إن للمتقين مفازا وارجع أقرأ من قول الحق تبارك وتعالى في المزمل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من الليل إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. الآية قالوا أما الآيات فيكون فيها تنكيس، أما الآيات فممنوعة لأنه يسمى تنكيس. أما السور فنعم، يقرأ سورة ويتمها كاملة، يقرأ السورة ويتمها كاملة. وكان بعض الصحابة يعيب على من قرأ في صلاة ببعض الآيات ولن يتم سورة، ويقولون كان النبي إذا افتتح سورة أتمها. والأمر واسع، لكن شرط الترتيب في الآيات، ولا يشترط الترتيب في السور. فشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول تجوز قراءة هذه قبل هذه وكذا في الكتابة، ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة. الصحابة كان عندهم مصاحف، كان في عندنا مصحف أبي بن كعب ومصحف ابن مسعود ومصحف علي رضي الله عنه وارضاه، كان لكل واحد منهم مصحف. طب المصاحف دي مصحف علي رضي الله عنه وارضاه كتبه على أحداث التنزيل. يعني ايه؟ يعني كان مصحف علي رضي الله عنه يبدأ بسورة اقرأ أول ما نزل من القرآن. يبقى ترتيب مصحف علي رضي الله عنه كان عليه على ابتداء النزول، ثم المكي ثم المدني، ثم المدني. ده كان مصحف علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب مصحف عبد الله بن مسعود، مصحف عبد الله بن مسعود كان يبدأ بالبقرة ثم آل عمران، كان يبدأ بالبقرة ثم النساء ثم آل عمران. ده مصحف عبد الله بن مسعود. ثم باقي السور، وكذلك مصحف أبي بن كعب. يبقى كان في مصاحف مكتوبة. وهنا تفهم القولة المشهورة أو المقولة المشهورة أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه جمع المصاحف في عهده وجمع الناس على مصحف واحد. كده يتضح لك موضوع يعني جمعهم على مصحف على مصحف واحد، لأن كان عندنا فيه كم مصحف؟ 3، مصحف علي ومصحف ابن مسعود ومصحف أبي ابن كعب رضي الله عنهم أجمعين. طيب يبقى هذه 3 مصاحف بالترتيب، بهذا الترتيب. يبقى شيخ الإسلام قال ولهذا تنوعت مصاحف الصحابة في كتابتها كما بينا، لكن لما اتفقوا على المصحف في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه صار هذا مما سنه الخلفاء الراشدون. يبقى مصحف عثمان الذي بين أيدينا الآن بهذا الترتيب، هذا مصحف عثمان رضي الله عنه وارضاه، والذي بعث به إلى الأمصار، إلى أقطار بلاد المسلمين، أن هذا هو المصحف الذي يقرأ بهذا الترتيب. وقد دل الحديث على أن لهم سنة يجب اتباعها.
واحد يقول بقى يعني سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه عمل المصحف ده بالكيفية دي، وده أمر لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إذا هذا أمر محدث. أنا هقرأ بقى على مصحف علي، واحد يقول أنا هقرأ على مصحف ابن مسعود، مش موجود، حرقت جميعا. وكمان حرقوها. هذا اتفاق أصحاب النبي في عهد عثمان الخليفة الثالث الراشد بإقرار من الخليفة الرابع الراشد علي بن أبي طالب. يبقى اثنين من الخلفاء الراشدين ايه؟ أقروا هذا الايه؟ هذا المصحف بهذا الترتيب. والنبي أمر الأمة بأن تقتدي بخلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن أصحاب النبي أجمعين. يبقى أنت عندك القرآن الكريم على هذا الترتيب. طيب القرآن الكريم بقى كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم مكتوبا مدونا ولا كان الأمر وضعه إيه؟ لا، كان هذا الرجل عنده سورة كتبها على جلد أو على ورق أو على حجر واحتفظ بها. فلما فتح الله الفتوحات على المسلمين في عهد أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وخاف المسلمون وخاف أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أن يدخل الناس في كلام الله ما ليس منه، جمع القرآن الكريم. وهذا ما قاله الشيخ رحمه الله، قال كتابة القرآن الكريم وجمعه، أو كتابة القرآن وجمعه. كتابة القرآن وجمعه، قال لكتابة القرآن وجمعه 3 مراحل. كم مرحلة؟ 3. المرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إيه ده؟ القرآن كان مكتوب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان مكتوب. طب كان عند النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب؟ لا، كان عند النبي في صدره محفوظ. أمال كان مكتوب فين؟ عند الصحابة. يبقى إذن محفوظ في صدر النبي، محفوظ في صدر أبي، محفوظ في صدر ابن أم عبد ابن أم مكتوم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصص على ذلك عندما ترك النبي صلى الله عليه وسلم آية نسيها في الصلاة، فلما انتهى من صلاته قال أين أبي؟ فين أبي؟ بن كعب فين؟ قال ها أنا يا رسول الله. قال لما لم تردني يا أبي؟ في الآية اللي نسيتها لما لم تردني؟ قال خشيت أن تكون قد نسخت يا رسول الله. قال لم تنسخ ولكني أنسيتها. أبي حافظ، بدليل أيضا أن عمر جمع الصحابة أن يصلوا خلف أبي بن كعب في قيام الليل. مش كده ليه؟ تمام؟ طيب، فهنا كان يصلي بهم إماما، ومن أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لو أني أعلم أحدا عنده آية من كتاب الله أو علم لم أصل إليه لذهبت إليه. يعني أوصل لو في آخر البلاد أوصل أسمع منه وأحفظ منه وأتعلم منه حتى أحفظ هذه الآية. والنبي قال من أراد أن يقرأ فليقرأ على قراءة ابن أم عبد.
هذه التزكية من النبي أنه يحفظ وأنه متقن. فكان الصحابة يحفظون القرآن في صدورهم، وكان هناك من دون القرآن وكتبه. فالمرحلة الأولى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الاعتماد في هذه المرحلة على الحفظ أكثر من الاعتماد على الكتابة، لقوة الذاكرة وسرعة الحفظ وقلة الكاتبين ووسائل الكتابة أي قليلة أيضا. ولذلك لم يجمع في المصحف، بل كان من سمع آية حفظها أو كتبها فيما تيسر له من عسب النخل على جريد النخل أو رقاع الجلود أو لخاف الحجارة أو كسر الأكتاف، كل هذه من خشب وجلد وحجر وورق شجر يكتب عليها بعض الصور والآيات. وكان القراء عددا كبيرا، كان القراء القرآن الكريم عددهم كبير. استدل الشيخ على عدد القراء الكثير بما أخرجه البخاري في صحيح من حديث أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث 70 رجلا يقال لهم القراء، فعرض لهم حيان من بني سليم ورعل وذكوان عند بئر معونة فقتلوهم. قتلوا هؤلاء 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من القراء والحفاظ لكتاب الله تبارك وتعالى. وهذا الأمر شق على النبي صلى الله عليه وسلم جدا، حتى ظل النبي صلى الله عليه وسلم يقنط على رعل وذكوان وحي آخر لأنهم قتلوا هؤلاء الصحابة شهرا كاملا، يقنط ويدعو الله عليهم في الصلوات، إلى أن أنزل الله تبارك وتعالى على نبيه القرآن يتلى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. الآية. فربنا سبحانه وتعالى نهى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يدعو على هؤلاء وإن كانوا قتلوا لعلهم أن يتوبوا. الشاهد أنهم قتلوا من القراء والحفاظ 70. طيب، وفي الصحابة غيرهم كثير كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء رضي الله عنهم أجمعين. طيب، ده في المرحلة الأولى كانت مرحلة حفظ الصدر وكتابة بعض الآيات. المرحلة الثانية في عهد أبي بكر رضي الله عنه في السنة 12 من الهجرة، وسببه أنه قتل في وقعة وموقعة اليمامة عدد كبير من القراء الحفاظ، استشهد منهم أناس وسيموت الباقي لا محالة، كل نفس ذائقة الموت. وبعدين يعني الناس دي بعد ما تموت من أين نأتي بالقرآن؟ ففكر الصحابة مع أبي بكر رضي الله عنه، وظل أبو بكر رضي الله عنه يستخير ربه جل وعلا ويدعو ربه جل وعلا إلى أن أخذ القرار في جمع القرآن. قال: وسببه سبب جمع القرآن أنه قتل في وقعة اليمامة عدد كبير من القراء، منهم سالم مولى أبي حذيفة أحد من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأخذ القرآن منهم، فأمر أبو بكر بجمعه لئلا يضيع القرآن. ففي صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب أشار على أبي بكر بجمع القرآن بعد وقعة اليمامة فتوقف، ولم يزل عمر يراجعه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك.
فأرسل إلى زيد بن ثابت فأتاه وعنده عمر، فقال له أبو بكر: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. لابد يكون في قبول الرواية عدل، والصحابة كلهم عدول. فأرسل أبو بكر لزيد بن ثابت فأتاه وقال له: إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك، وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الشاهد بقى، أن النبي كان يأمر بكتابة الآيات وليس الحديث المتقدم الضعيف. خلاص؟ فتتبع القرآن فاجمعه، ابحث عن كل من عنده شيء كتبه عن النبي صلى الله عليه وسلم، واعرض هذا القرآن الذي جمع بعد كتابته على الحفاظ الذين حفظوه حفظ سطر قبل الكتاب. قال: فتتبعت القرآن أجمعه من العسل واللخاف اللي هي الحجارة وصدور الرجال، فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله. يبقى عمل إيه؟ جمع كل القرآن وكتبه وفي أوراق ومصاحف وجلود، وجمع كل ما كتب عند أبي بكر. دون وأصبح مصحفا؟ لا، ليس بعد. حتى توفاه الله، ثم عند عمر حياته أي حتى مماته، ثم عند حفصة بنت عمر رضي الله عنهما. هذا الحديث رواه البخاري مطولا. ثم انتقل إلى عثمان، وقد وافق المسلمون أبا بكر على ذلك وعدوه من حسناته، حتى قال علي رضي الله عنه: أعظم الناس في المصاحف أجرا أبو بكر، رحمة الله على أبي بكر، هو أول من جمع كتاب الله. هذا كلام علي رضي الله عنه. المرحلة الثالثة في عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه في السنة 25، وسببه اختلاف الناس في القراءة بحسب اختلاف الصحف التي في أيدي الصحابة، فخيفة الفتنة. هنا حصل اختلاف، هل يقرأ بمصحف علي؟ هل يقرأ بمصحف عبد الله بن مسعود؟ هل يقرأ بمصحف أبي؟ خاصة إن كانت هناك كلمات في القراءات تحتاج إلى ضبط في قراءة فتبينوا فتثبتوا، مالك يوم الدين وملك وغير ذلك من اللهجات والقراءات، فخيفة الفتنة. فأمر عثمان رضي الله عنه أن تجمع هذه الصحف في مصحف واحد لئلا يختلف الناس فيتنازعوا في كتاب الله تعالى ويتفرقوا. ففي صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان قدم على عثمان من فتح أرمينية وأذربيجان وقد أفزعه اختلافهم في القراءة، فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في كتاب الله اختلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها في المصاحف ثم نردها إليك، ففعلت. فأمر زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام فنسخوها في المصاحف. وكان زيد بن ثابت أنصاريا
والثلاثة قرشيين، يعني هذا من الأنصار والباقي من قريش، يعني مهاجرين، من المهاجرين ثلاثة ومن الأنصار واحدة. وقال عثمان للرهط الثلاثة القرشيين: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش. اكتبوه بلسان ايه؟ قريش. يعني ايه بلسان قريش؟ يعني هذه الآية تقرأ وتقدم فيها ابتداء لسان العرب الذين هم أفصح الناس، وقريش مقدمة على سائر القبائل في القراءة وغيرها. إذا اختلفتم أنتم وزيد في ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه لسان قريش، فإنما نزل بلسانهم ففعلوا حتى إذا نسخوا الصحف من المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخوا، وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق. كل هذا حدث وحدث في زمن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. إذن جمع عثمان رضي الله عنه وأرضاه المصحف ودون على هذه الطريقة التي معنا، وقد فعل عثمان رضي الله عنه هذا بعد أن استشار الصحابة لما روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه قال: والله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا. روى ابن أبي داود عن علي رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: والله ما فعل أي عثمان الذي فعل في المصاحف إلا عن ملأ منا، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا تكون فرقة ولا اختلاف. قلنا نعم ما رأيت. وقال مصعب بن سعد: أدركت الناس متوافرين حين حرق عثمان المصاحف فأعجبهم ذلك، أو قال لم ينكر ذلك منهم أحد، وهو من حسنات أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه التي وافقه المسلمون عليها، وكانت مكملة لجمع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال: والفرق بين جمعه وجمع أبي بكر، الفرق بقى بين جمع أبي بكر وجمع عثمان، قال: أن الغرض من جمعه في عهد أبي بكر تقييد القرآن كله مجموعا في المصحف حتى لا يضيع منه شيء دون أن يحمل الناس على الاجتماع على مصحف واحد، الجمع فقط، خلاص، ولم يحملهم على مصحف واحد. وذلك أنه لم يظهر أثر لاختلاف قراءتهم أو لاختلاف قراءاتهم يدعو إلى حملهم على الاجتماع على مصحف واحد، لكن في زمن عثمان حدث ما حدث الاختلاف، فاحتاجوا إلى توقف نزيف هذا الاختلاف، والاختلاف فرقة عذاب، والائتلاف رحمة. ولذلك أمر الله بالائتلاف ونهى عن الاختلاف: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم.
وأما الغرض من جمعه في عهد عثمان رضي الله عنه فهو تقييد القرآن كله مجموعا في مصحف واحد يحمل الناس على الاجتماع عليه لظهور الأثر المخيف باختلاف القراءات. وقد ظهرت نتائج هذا الجمع حيث حصلت به المصلحة العظمى للمسلمين من اجتماع الأمة واتفاق الكلمة وحلول الألفة واندفعت به مفسدة كبرى من تفرق الأمة واختلاف الكلمة وفشو البغضاء والعداوة. وقد بقي على ما كان عليه حتى الآن متفقا عليه بين المسلمين متواترا بينهم يتلقاه الصغير عن الكبير، لم تعبث به أيدي المفسدين ولم تطمسه أهواء الزائغين، فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين جل في علاه. فهذا الأمر الذي فعله عثمان رضي الله عنه وأرضاه وجمع المسلمين على مثل هذا الأمر أمر محمود تلقته الأمة بالقبول من خليفة راشد أمر النبي باتباعه. وهذا إجماع أمة الإسلام على ما وصل إلينا به القرآن. وكان من فضل ربنا أن قام به أئمة الدين في زمانهم الخلفاء الراشدين المهديين. وفي هذا القدر كفاية، ونأخذ استراحة قليلة إن شاء الله ثم نعاود معكم بإذن الله.